بص بقى، لو وراك فيلم كوميدي سيبه، لو وراك مسرحية حلوة سيبها، لو وراك مسرح مصر، علي ربيع وأسس وكده وعايز تضحك سيبك منه. تعالى انا افرجك على حاجة تضحك عليها اكتر واكتر واكتر من الفيلم ومن المسرحية ومن كل حاجة. اتفرج معايا وارجع تاني. دلوقتي والله خالص. لو عرض عليك تدريب النادي الاهلي هتنزل توافق؟ في النادي الاهلي يا كابتن، ده شرف لاي حد، بس الاداره صعبه. يعني انا بالنسبه لي، انا لو اتعرض عليا، انا ربنا كرمني في التدريب، هو شرف لاي حد، بس انا ارفض. ترفض تدرب النادي الاهلي؟ والله العظيم ارفض. يا نهار ابيض. بكلمك بصراحه والله يا كابتن. يعني انت لو يعني انت رافض انك لو في يوم من الايام جالك النادي الاهلي انك في وقت من الاوقات، ودي مش بعيده على والله يا ربنا، كابتن، ولا ناشئين ولا وانت فريق اول في الاهلي. رافض تشتغل في النادي الاهلي؟ خالص. اه. طب والزمالك؟ لو الزمالك جالي تدريب فريق اول او ناشئ امسك. على طول؟ كابتن، انا عاشرت لعيبه الزمالك على فكره، حتى من 4 5 سنين لما كانت اللعيبه موجوده، ونفس الكلام الاهلي. في الزمالك تعرف تتكلم اه. وتعرف تحط شغلك. في الاهلي مقفورين الدنيا قوي. تحس اه. ان انت بتتعامل، استغفر الله العظيم يا رب انا اسف، مع فئه مش موجوده في مصر. احنا بناكل ونشرب زي بعض، ولعيب الكوره زي بعض عادي. ففي تناكه كده مبالغ فيها قوي يا كابتن. تناكة في النادي الاهلي جدا. اقسم بالله. مين بقى شعيط ومعيط دول؟ مين كنيتهم ايه يعني؟ شعيط ومعيط اللي احنا شفناهم دلوقتي ده فيلم، ده فيلم جديد بيجي على قناة كده محدش عارفها وبيخبطوا في الاهلي عشان خاطر يجيبوا مشاهدات وبتاع. مين بقى هم؟ حد يعرفهم؟ اللي يعرفهم بالله عليكم يكتب لي اساميهم في الكومنتات تحت، عشان انا اقسم بالله العلي العظيم انا ما اعرف لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي، انا ما اعرف اساميهم ايه. مين ومين اللي طلع ابو شعر ده اللي طلع يقول لك لو جالي الاهلي لا انا ما امسكوش؟ شرف لاي حد بس انا ما امسكوش. تمسك مين يا حبيبي؟ انت تمسك الاهلي؟ واحنا في اخر الزمن انت تمسك الاهلي؟ وانت اللي ما ترضاش. اقسم بالله العلي العظيم لو جالك عرض لناشئين الاهلي 9 سنين الصبح، يجي لك العرض الصبح من فرحتك، اقسم بالله هنصلي عليك الظهر. ولعيبه الاهلي تونكا، وانت بس عشان ما شفتش، ما عاشرتش وما تعاملتش مع ناس محترمه، فانت مفكر ان الاحترام تناكه. بس مش هقول لك اكتر من كده. بعدين القناه دي إن كل من هب ودب يطلع يجيبوه من على القهوه ولا من على الرصيف، يطلع يعمل برنامج ويروح مخبط في الاهلي ومخبط 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 ومخبط، زي صاحبنا بالله ده اللي جابوه من فتره بعد ماتش السوبر، طلع يقول اشعار ويقول 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 ويخبط في الاهلي ويعجب في الاهلي. حاجه غريبه الشكل، واعلام بقى اسلوبه دنيء لدرجه حاجه قمه من السفاله. اقسم بالله واحنا عدنا في قمه من السفاله. وربنا يعوض علينا في الاعلام المصري خلاص. اذا كان المسؤولين عن الاعلام راضيين بالوضع دون، يبقى ربنا يعوض علينا خلاص. كل واحد انا عايز اعرف مين اللي بيصرف على القناه دي، اللي ليل ونهار ليل ونهار ما بتبطلش. لو ما لقوش حاجه يعملوها يروحوا يجيبوا اتنين قاعدين على القهوه بيشربوا حجر وكوبايه شاي وبتاع، تعالوا يلا تعالوا عشان تخبطوا في الاهلي. مين بقى؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.